تحية رياضية مشاهدي قناة الAMB، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج استاد. ضيف اليوم هو من أهم اللاعبين الهدافين الذين مروا بتاريخ كرة القدم اللبنانية. مولود في منطقة الجزاء، ترعرع وتربى في القلعة النبيذية منذ أن كان طفلا حالما بالنجومية. كبر ونشأ على صياحات وهتافات العاشقين والمتيمين والمحبين للنجمة. عاش الموهوب في كنف النادي صاحب الشعبية الأولى في لبنان، وعندما زج به في الميدان صار المرعب للحراس، صار الهداف والقناص، أصبح صانعا لأفراحهم وبات مضمدا لجراحهم. أهداف غزيرة ومثيرة في مسيرة كبيرة، أهداف من كل الزوايا، حيث لكل هدف ألف حكاية وحكاية، والقصة قد تكون انتهت بالألوان النبيذية، إلى أن الجرح بالنسبة للجمهور الكبير العاشق لهذا الفريق لم يندمل، هكذا يقولون، لأن ضيفي اختار أن يحرك مراكبه التي رست منذ نعومة أظافره في قلعة المنارة قرب الشاطئ في الاتجاه الخاطئ. غادر صياد الأهداف البيت الذي تعلم فيه الغوص والإبحار باتجاه الفريق الغريم نادي الأنصار، فكان الانتقال الصدمة إلى غريم النجمة، حيث ارتدى الألوان الخضراء وشارك كتيبة النادي صاحب أكثر البطولات والألقاب المحلية، وتمكن من التسجيل في شباك فريقه السابق، ليتفاجأ الكل من بعدها برفضه التعبير عن فرحه بالهدف، واختار أن يكون وفيا للون الأخضر الجديد الذي ارتدى، ولم ينسى أبدا إخلاصه للجمهور النجماوي الذي لطالما باسمه ردده. فما هي حقيقة الموقف بين اللاعب علي نصر الدين وخروجه من النجمة، وكيف انتقل إلى الغريم الأنصار؟ ماذا عن رحلة احتراف كان يمكن أن تكون أفضل وأغنى وأنجح بكثير؟ وحول منتخب الوطن، هل حظوظ ضيفي ما زالت قائمة في العودة إلى صفوف كتيبة الأرز؟ أسئلة كثيرة يسرنا أن نطرحها ونحن على أعتاب ساعات قليلة من مباراة الديربي بين النجمة والأنصار في افتتاح الموسم الكروي الجديد ضمن كأس النخبة. أهلا وسهلا فيك بداية كابتن علي. يسعد مساك أخي محمد ومساء متابعينك. بصراحة صدمتني بالمقدمة، مقدمة رائعة ومحزنة بعض الشيء ومفرحة بعض الشيء. يعني حاولنا يمكن نحن نجيب فيها كل السي في، سيرة حياتك من النجمة للأنصار. يمكن لسمع المقدم اليوم كل جمهور نجمة، جمهور الأنصار وجمهور لبنان بشكل عام. كابتن علي، السؤال اللي هلا بيجي هيك على ذهنهم انه ليش علي نصر الدين ترك النجمة وليش راح الى الأنصار تحديدا؟ بلش تغري من هالموضوع. بسم الله. اول شيء نعم. رمضان كريم. نعم عليك اخي محمد وعلى هالبرنامج اللي فعلا عم يخلي كرة القدم دائما عم تنذكر، واكيد على متابعينك وعلى كل المسلمين.